السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم راح نعملوا مع بعض وصفة مالحة تقدروا تقدموها في المناسبات. هي عجينة واحدة ولكن عملت منها 3 أشكال، يعني نتوما عملوا الشكل اللي يعجبكم ولا اللي يناسب أفراحكم. نجوز مباشرة كما تعودنا المقادير وطريقة التحضير. نشدو بول نحطو فيه 300 غرام سكالوب اشي او فيوند اشي كما تحبوا. درنا 3 ملاعق تاع معدنوس مفروم، ودرنا كميه تاع فلفل الكحل وكميه تاع ملح، كميه تاع تابل الدجاج وكميه تاع زريعه القزبر مرحيه. ايضا درنا صفار تاع حبه بيض وملعقه صغيره تاع موتارد. خلطنا كامل هذه المقادير مع بعض، وزدنا ايضا زدنا ملعقه كبيره تاع شابلور كيما كنتو شفتوها. خلطنا كل شيء مع بعض، نحطوها بجيه ونجيب هاد ليمول اللي راح نستعملهم. راح نستعمل المول هذا باش نحط فيه ليبول باش يجوني مدورين، ونستعمل المول تاع لي دونات، ونستعمل المول تاع لي زيسكيمو. عندي الشكل الاول وشنو هو الشكل يجي كريات او ديبول. نشمخ يدي بشويه تاع الماء، ندي كميه تاع الخليط هذاك تاع الدجاج عشي، نوزن 25 غرام، ندير ينبول تاع 25 غرام، نكورها مليح في يدي، ومن بعد نعمل كي بحال حفره ونحط فيها قطعه تاع جبن. هذا الحبه تاع الجبن المثلثه دارت لي 5 حبات تاع ليبول هذوما اللي راكم تشوفوا فيهم. نحطهم هنا باش يدوا لا فورم الدائريه. نكملهم كامل ونرجع لكم. هنا بعد ما كملت هاد ال5 حبات نحطهم بجيه ونروح نعمل معكم المول الثاني اللي هو مول تاع لي دونات. هنا نوزن 30 غرام في لي بول، درنا 25 وهنا نوزن 30 غرام. ومن بعد كما راكم تلاحظوا نسيي نثقبها بصباعي باش ندخل في هذاك المول كما راكم تلاحظوا، نسوي مليح بصبعتي. هنا ما نخليش هذاك تخربيش، نسويها مليح، وكي نحس بالفيوند راهو يلصق في يدي نشمخ شويه بالماء، يعني غير شويه فقط. نكمل كامل 4 حبات اللي راح نستعملهم في هذا المول، ومن بعدها نرجع لكم. كملنا هنا الحبات كما راكم تلاحظوا، شوفوا راهم بيان فيني. وجيت لهنايا استعملت المول تاع ليزيسكيمو كيف وزنت 30 غرام، وحطيت الحبه الاولى والثانيه والثالثه راني نعمل فيهم قدامكم. طبعا هنا كي نكمل نحطهم في سنيوه ونحطهم كامل في الفريجيدار على الاقل ساعه باش يشدوا ارواحهم، باش كي نديمو ليهم ونغطسهم في الفرينه ما يتكسروش معايا. هنا بعد ما جازت انا هنا خليتهم ساعتين. عندي تبسي حاطه فيه شويه فرينه، وتبسي الاخر حاطه فيه شابلور، وهنا تبسي حاطه فيه حبه تاع البيض بليس البياض اللي كنت استعملت الصفار تاعو في العجينه. شوفوا هنا الحبات راهم جامدين معايا، نجبد لي كوتي فقط ونقلب الحبه راح تخرج معايا بكل سهوله. كما راكم تلاحظون نمرمدها في الفرينه، ومن بعد في البيض هنايا نقلبها مليح في البيض، ومن بعد نحطها في لاشابلور، نرمدها مليح في الشابلور، ونكون حطيت كيس غذائي او ورق الطهي فوق سنيوه، ونحط الحبات هذوك نحطهم فوقهم. كما راكم تلاحظوا هنايا حطيت كيس بلاستيكي غذائي. كيف هنا المول تاع الاسكيمو نحي نديمو ليه بكل سهوله، يعني نجبد في كل مره نجبد الجوانب باش تخرج الحبه بكل سهوله بلا ما تكسر معايا وبلا ما تعذبني. كيف نمرمدها في الفرينه، ومن بعد في البيض، ومن بعد في لاشابلور نمرمدها مليح في لاشابلور كما راكم تلاحظوا، ونحطها فوق الكيس هذاك. نفس الشيء بالنسبه لليبول هذوك الدوائر كما شتوني كنت دورتهم مليح في الفرينه، ومن بعد مرمتهم في البيض، وكيف راني نمرمت فيهم في الشابلور ونحطهم لو طون اللي نكمل كامل الحبات. هنا بعد ما كملتهم نروح ديريكتومون نقليهم. هنا كما راكم تلاحظوا راني حطيتهم نقليهم على نار متوسطه. طبعا كي تسخن الزيت باش نحطهم، وكي نحطهم نقصلها ونخلي النار متوسطه
وهنايا راني قلبتهم على الجنب الثاني، ومن بعد كي يتحمر الجنب الثاني نحيهم ونحطهم فوق ورق يمتص كامل هذاك الزيت الزايده. فاصون ما يجيش فيه بزاف الزيت زايده، مي دائما نحطوه في ورق المطبخ باش يتشرب لنا ديك الزيت الزايده. هنا اني وجدت كامل الحبات، خليت غير 3 حبات نعملهم معكم. بالنسبه للسكيمو استعملت هاد المتيرقات الخاصين بها، ونحط المتيرق داخل الحبه، يعني راح تدخل معايا بكل سهوله لانه راهو طري بزاف، وبنينه هذيك الصفار تاع البيضه هذيك تخلي اللحم ما يبسش معنا، وايضا شابلور ما تخليش يبس. الحبه الاولى تاع الاسكيمو راهي واجده. نشد هنا حبه تاع بليسين، نحط فيها قطعه تاع ورق الخس، ونحط فيها الحبيبه هذيك تاع الدونات اللي درناها في المول تاع الدونات، نزينها بجهه بقطعه تاع طماطم، ونحط في الوسط نحط حبيبه تاع زيتون اسود في الوسط باش يجي المنظر تاعها جميل. بقات لنا الحبه الاخيره تاع ليبول هذوك، كنت شديت قطعه تاع جبن نكورها شويه في يدي، ومن بعد نمرمدها في الجلجلان محمص. هاوليكم انا كان عندي جلجلان بيض حمصته، وكما تنجموا تشروا الجلجلان اللي يجي واجد محمص هذاك مليح بزاف للمملحات. شوفوا هنا ناخذ غير قطعه برك نكورها شويه في يدي، ومن بعد نبدا نمرمد فيها في الجلجلان، نمرمدها مليح كما راكم تلاحظوا، ومن بعد وين نحطها في وسط هذيك الدائره تاع اللي راكم تشوفوا فيها تاع المملحه هذه. هنا راني كملت كامل الحبات كما راكم تلاحظوا. نتمنى ان شاء الله تكون الوصفه هذه عجبتكم، وننصحكم يعني بزاف يعني مناسبات اللي راهم جايين ان شاء الله، احتفالات تاع الباك مام الاحتفالات تاع البيام. نقول الف مبروك لكل الناجحين والناجحات اللي حب يعملهم باي شكل من هذه الاشكال ويسر بهم مع العصير. يعني ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم وتجربوها وتنجحوا فيها، وكما كل مرة خليكم في أمان الله إلى فرصة أخرى ووصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.